كانوا فاكرين ان هم بيربوا نجم، بس في الحقيقه كانوا بيحبسوا غضب، وانفجر في عرض مباشر قدام الجمهور وقتل المدربه بتاعته. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. كان في حوت اسمه تيليكوم عاش 35 سنه في تانك ميه ضيق قد نص ملعب الكوره كده، بيضحك الاطفال وبيخلي الناس تسقف. كان نجم عروض سي وورلد اللي كانت لسنين رمز الترفيه العائلي، بس ما حدش كان بيشوف اللي بيحصل بعد العرض لما النور يطفي والناس تمشي والحوت يفضل لوحده. وفي 2010 وفي وسط عرض ضخم جدا، تيليكوم سحب المدربه بتاعته تحت الميه وما رجعهاش. بعد الحادثه بثلاث سنين اتعرض فيلم اسمه بلاك فيش، وفي الفيلم اصوات بكاء الحيتان، علامات العنف، وشهادات مدربين. ومن هنا كل حاجه اتغيرت. الفيلم كشف الوش التاني لحياه الحيتان، ورانا ان الحيوانات دي بتتعرض لمعامله قاسيه جدا، وان الاماكن الضيقه اللي عايشون فيها دي بتخليهم في حاله صحيه ونفسيه صعبه جدا، لدرجه ان ده بيأثر على تصرفاتهم وبيخليهم يبقوا عدوانيين. When you look into their eyes, you know somebody is home. When Tillicum arrived at SeaWorld, he was Twice as large as the next animal. Probably led to what I think is a psychosis. الضغط الشعبي اللي الفيلم عمله كان كبير، عمل ضجه غير طبيعيه، والراي العام اتحرك ضد استغلال الحيوانات للغرض الترفيهي، وناس كتير جدا من اللي كانت بتزور الاماكن دي بطلت تروح. سي وورلد اتضربت، زوار اقل، مظاهرات اكتر، والشركه خسرت مليارات. وفي 2016 اكبر ولايه في امريكا اصدرت قانون بيمنع تربيه الحيتان دي لغرض العرض والترفيه، وده كان تحول تاريخي غير مسبوق. كل ده حصل بسبب فيلم عن كائن محدش بيسمع صوته. قول لي بقى، لو في فيلم قلب حاجه جواك شاركني بيه، سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقه جديده، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف حلقات اكتر.